السلام عليكم. سنة 2000 وقبل انتشار النت والمواقع بينزل فيلم شبابي بيقلب الدنيا حرفيا، والمثير في الموضوع ان ابطال الفيلم كانوا يعتبر ممثلين صاعدين. ومع انتشار بوستر الفيلم في الشوارع كان في حالة مبهمة بين الجمهور. بوستر غريب فيه 3 شباب، واحد ماسك فيديو والتاني تلفزيون والتالت شريط فيديو، ده غير اسم الفيلم الغريب فيلم ثقافي، واللي خلى كل اللي قراه يدخل في حالة فضول. يعني ايه فيلم اسمه فيلم ثقافي؟ وفضلت التساؤلات دي مطروحة لحد ما الفيلم بينزل السينمات. واخيرا بنتعرف على القضيه اللي بيناقشها الفيلم، واللي كانت جريئه جدا في طرحها وبتلعب على وتر حساس، وتر بيلمس قضيه مدفونه محدش ابدا فكر يشيل من عليها التراب ويناقشها. وده بكل اسف لان مجتمعنا اترسخت فيه فكره ان الكلام عن الجنس او التوعيه الجنسيه هو عيب وما يصحش، والموضوع اتطور لخوف ورعب من مجرد ذكر القضيه. وده للاسف برضه هي الصوره اللي اتصدرت لنا من خلال عوامل كتير هقولها لك قدام. عشان كده النهارده انا جاي اقول لك هو فيلم ثقافي كان عايز يوصل لنا ايه بالظبط، وايه هي الرسائل المبطنه والاسقاطات والصرخه المدويه اللي الفيلم صرخها، وهعرفك قد ايه ان الفيلم ده كان عبقري وسابق عصره فعلا. كفايه رغي لحد هنا، فضي نفسك وجهز قهوتك ويلا بينا نناقش واحد من افضل الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما المصريه. فيلم ثقافي، فيلم من إنتاج سنة 2000. الفيلم من بطولة أحمد عيد، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، ومن تأليف وإخراج المبدع محمد أمين. الفيلم بيحكي عن 3 شباب معاهم شريط فيديو عليه فيلم جنسي، وكل ما يجوا يتفرجوا عليه بتطلع لهم حاجة تعطلهم لحد ما حياتهم بتتوقف على مشاهدة الشريط ده. وفي السكة بينضم ليهم شباب تاني لحد ما المجموعة بتكبر وبتبقى شلة كبيرة أصبح كل همها في الحياة إنها تتفرج على فيلم إباحي. وبينقل لك الفيلم بحرفية معاناة الشباب وتحديهم لظروف كتير بتعاندهم، وكل ده في سبيل إنهم يتفرجوا على شريط. والشريط هنا يبان لك إنه حاجة بسيطة، لكن في واقع الأمر الشريط كان هو بطل الفيلم الحقيقي، وكان هو اللي بيغذي ويحرك الأحداث. محمد أمين ادالك الصدمة في أول الفيلم وبدون أي تمهيد رمالك في وشك الفكرة مباشرة، وده بان جدا في الظهور الأول لكل شخصية من شخصيات الفيلم الرئيسية، بداية من أسمائهم اللي هي أشرف وعفت وعلاء. ولو تلاحظ المغزى من الأسماء هتلاقي عفت جاية من العفة أو العفاف، وأشرف اللي جاية من الشرف والسمو، وعلاء اللي جاي من العلو والرفعة. وكأنه بيقولك لما تعف نفسك هتحافظ على شرفك وهتسمو وتترفع فوق أي ذنب أو خطأ. وهنا محمد أمين عشان يبين لك النقيض ما بين الاسم والشخصية عمل لك انترو لكل شخصية على حدة علشان يعرفك على ظروفها وحياتها وأفكارها وأهدافها. يعني هتلاقي أشرف بيصحى بدري يبص على جارته وهي بتنشر الغسيل، وعلاء بيقطع الصور العريانة من المجلات، وعفت بيختلس النظرات على زميلاته في المعمل. كل واحد فيهم بيطلع كبته ومعاناته بطريقته الخاصة. وفي نفس الانترو محمد أمين بصياعة بيبصيلك مبرر درامي لكل شخصية علشان تتعاطف معاها من البداية. أشرف وحواره مع أخوه، واللي بيبان فيه الجاب الكبير والاختلاف الفكري اللي ما بين الجيلين. أخوه اللي بيمثل الشباب الثائر المتفتح، شباب الكمبيوتر والإنترنت، وأشرف اللي من الجيل الأقدم منه، الخريج العاطل ضحية المجتمع وسوء العمل. ولو رحنا لعلاء فهنلاقي هنا المبرر كان أخوه، بس هنا أخو علاء اللي من الجيل الجديد برضه شاف حال أخوه فاستسلم من بدري، وبيقول الجملة دي: طب ما اخويا الكبير اهو متعلم ومخلص الجامعه من 7 سنين لسه ما بقاش بني ادم. عفت بقى كان المبرر هو الإغراء وتعرضه للاستفزاز على حد قوله من ملابس زميلاته، عشان لما يشتكي للدكتور يقول له أنت عايزني أعمل صدام مع النظام الاجتماعي، وحط تحت كلمة النظام الاجتماعي دي مليون خط علشان هنرجع لها كمان شوية. محمد أمين كان قاصد إنه يفرش لك كل ورقه من الأول عشان زي ما بيقولوا كده اللعب يكون على نضيف. ودي كانت البداية. محمد أمين ادالك باك جراوند عن كل شخصية، عرفك من الأول إن الشباب دول ما هو إلا ضحايا مجتمع مليان بالبطالة والمغريات وكل ما هو فاسد. بس يا ترى هل ده مبرر كافي ليهم إنهم يسلموا نمر وما يحاولوش حتى يعثروا؟ ده اللي هنكتشفه مع باقي الأحداث، وهنعرف هم فعلا ضحايا ولا مذنبين. محمد أمين بعدها بيديلك الخبطة التانية في مشهد القهوة اللي كان ما بين الشباب وعم فوزي الراجل الكبير، وهنا بيوريك صراع الأجيال والفجوة اللي حصلت في المجتمع. راجل كبير شايف الشباب فاشل ومش بتاع شغل وكل تفكيره في الجنس والستات، وشباب صغير بيحقد على الراجل الكبير لأنه على حسب كلامهم الدنيا على أيامهم كانت وردي، ب200 جنيه بيجيب شقة وعفش وحرمة يجري وراها اليوم كله زي ما قال له عفت. هنا الفيلم مهد لك كل حاجة ورسم لك خط هتترتب عليه كل الأحداث علشان يبدأ الحدث. هنا الشباب وهم في قمة غليانهم الداخلي بيجي لهم اتصال من الواد سامر رزل واللي بيكون معاه شريط فيديو ثقافي. وكلمة ثقافي هنا كانت كناية عن الثقافة الجنسية، وده لأن الفيلم كان عايز مع كل ذكر للشريط يقول لك اسمه بالشياكة يعني. وبيظهر الشريط أخيرا لأول مرة، وبيتضح إن الشريط كان مع بنتين من جيران سامر رزل بيتفرجوا عليه علشان يقول لك إن الكبت الجنسي في مجتمعنا وتشويه الصورة الجنسية مش مقتصر على الرجالة بس، لا وكمان البنات بيعانوا من نفس المعضلة. بعدها بقى في فريم أسطوري بيظهر بطل الفيلم لأول مرة عن قرب، وبيظهر وراه ال3 أبطال،
وكأنه بيقولك إن هو اللي متقدمهم وهو اللي هيحركهم، علشان من هنا تبدأ رحلة المعاناة، رحلة بحث عن مخرج لطاقة مكبوتة جوه 3 شباب زي الورد. ولما بيحتاروا ومش بيلاقوا مكان يتفرجوا فيه بيتصلوا ببابا المجال برايز. أول ذكر البرايز كان اتصال تليفوني، وهنا محمد أمين لعبها صح فعلا، وأثار عندك الفضول طول أحداث الفيلم من ناحية برايز. الجماعة بيروحوا لصاحبهم جمال المكتئب، وجمال ده كان صرخة ضمير حطها محمد أمين في بداية الطريق. الشخصية كانت مباشرة وواضحة من رسمتها وجمالها. ازاي قابلين ان حياتكم تستمر كده؟ ما اقدرش اساعدكم تهينوا ادميتكم اكتر من كده. ده انا جمال وصل للمراحل المتأخرة في الطريق اللي الأبطال كانوا لسه في بدايته. من كتر كبته وتفريغ شهوته في الثقافي وصل لمرحلة الاكتئاب، لأن اللي بيخش في السكة دي كأنه دخل في دايرة مفرغة، هيفضل يلف يلف ويرجع تاني لنفس النقطة. فقد أدميته وحس إنه بقى أقرب للحيوانات، مش بيرضي غير غرايزه بس. علشان كده رفض إن الشباب يتفرجوا عنده على الشريط. فالشباب هنا بيتزنق، فبيرجعوا يكلموا المنقذ برايز، وهنا بيقابلوا صبحي وجملته الشهيرة: عشان ربنا ما يحبش الظلم. لو انت فاكر ان صبحي هنا قصده بكلمة الظلم انه مش لاقي مكان او ناس يتفرج معاهم تبقى غلطان. دي جملة حطها امين بتلخص حالة الفيلم العامة. الظلم هنا هو ان شباب زي كده ما بقاش في دماغه اي حاجة غير الثقافي، لا تفكير ولا نهضة ولا علم. شباب مسلوب منهم ابسط حقوقهم، انه يتوفر ليهم شغل وسكن ومستوى معيشي يقدر يفتح بيت من خلاله ويشبع رغباته في الحلال. الشباب بعدها في رحلتهم بيقابلوا أسامة، خريج كلية العلوم العاطل، اللي ضيع عمره في الثقافي لحد ما وصل ل 37 سنة بدون ما يفتح بيت، وقاعد ليل نهار في البلكونة. شخصية أسامة هي المرحلة الأبعد اللي هيوصل لها الشباب في آخر الطريق. جمال كان الاكتئاب، إنما أسامة كان مرحلة الاستسلام، ودي الأخطر. رعشة إيديه، هدوءه وتصالحه مع الواقع المفروض، كل ده شرح لك المرحلة اللي وصل ليها أسامة. الشباب بعدها وصل بيهم الحال إنهم راحوا مبنى ملحق بمسجد يتفرجوا فيه، وهنا بيتخلق صراع جديد جواهم، صراع ما بين الشهوة والإيمان. وخلال الرحلة هيكسروا كل التابوهات، والحالة اللي جواهم هتوصلهم إنهم مش هيحترموا أي مقدسات في طريقهم، لأنهم في المشهد اللي بعده هيروحوا لصاحبهم اللي لسه أبوه متوفي وبيصلوا عليه في الكنيسة. وهنا عايز يقولك إن الشهوة والكبت ممكن تدفع الإنسان إنه يعمل أي حاجة في سبيل تحقيق رغبته، لا هيحترم جامع ولا كنيسة ولا حتى حرمة الموت. وبين المشهدين كان في مشهد للشباب بيتفرجوا على الفيلم من عدسة كاميرا ضيقة، وكأنه هنا عايز يقولك إن نظرة الشباب لموضوع الجنس بقت ضيقة جدا. الهوس الجنسي يشوه مفهوم الجنس في عقول الشباب، وبقوا مش شايفين غير الرغبة بس، وانحصر موضوع الارتباط عندهم في العلاقة الجسدية وتبعاتها فقط. لما راحوا عند بطرس وشغلوا الفيديو بالبحث الذاتي، بتشتغل 3 أغاني وطنية ورا بعض، بعدها أغنية لعبد الوهاب. ولو ركزت في كلام الأغاني هتعرف إنه إسقاط عبقري. هو باين فعلا، وبيختم لك بعشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فان. أظن الرسالة وصلت. بعدها بيكلموا برايز، والراديو جنبهم بيقول إن في 3 شباب ألمان وصلوا لاكتشاف جديد هيهز العالم، وعن نقيض ال3 شباب بتوعنا لسه بيدوروا على مكان يشوفوا فيه فيلم إباحي. المهم بيروحوا المستشفى لصاحبهم عاطف، وهنا بتظهر زميلة عاطف اللي بتقول ادونا فرصة. نفس المشكلة عند البنات زي ما قلنا، المجتمع كله مكبوت جنسيا. وعايزك تركز معايا، هم هنا عدوا على جامع وكنيسة ومستشفى، بعدها هينضم ليهم شباب وصنايعية. وهنا عايز يقولك إن المجتمع كله بيعاني، العاطل وحتى اللي بيشتغل. مفيش توعية، مفيش حد بيتحرك، مفيش حلول جذرية. حتى لما بيروحوا العدول في الأرياف عشان يتفرجوا بيعطلهم عن الفرجة بحجة إن الحمار بتاعه عايز يختلي بمراته، ودي كانت أصعب مشاهد الفيلم. بيقولك إن حتى الحيوان بيقدر يمارس حقوقه بحرية وسهولة أكتر من البني آدم. وهنا حرفيا الشباب بيوصل لأعلى درجات القهر، ده حتى الموت كمان عدى عليهم في السكة، ودي كانت صرخة تالتة في الفيلم علشان تفوقهم من الوهم اللي هم فيه. لكن طبعا من كتر الهوس والرغبة المفرطة اللي جواهم تفكيرهم في الموت بيبقى تفكير لحظي وبيرجعوا تاني. وكل دي كانت صرخات للكل، للبلد، للمسؤولين: انقذوا الشباب دي. الشباب مش عايز حاجة غير انه يمارس حقه الطبيعي، عايز يشبع الغريزة اللي جواه بشكل شرعي. علشان يجي هنا دور مين؟ ايوه بالظبط، الحكومة. وهنشوفها هتتعامل مع قضية الشباب دي ازاي. الشباب بيحاول يتفرج في ميكروباص، فبيجي الونش يشيله هيلا بيلا وبياخدهم على الإدارة العامة للمرور. تعال حبيبي، تعالى يا حبيبي.
وخد بالك انهم دخلوا الاداره والميكروباص متقفل وكأن نظرتهم الضيقه بقت متغميه. وفي مشهد ايكونيك بكادر عبقري من محمد امين جايبهم كلهم بزاويه علويه محشورين في زنزانه ضيقه، والناس اللي حواليهم اللي متهم بتحرش واللي متهم باغتصاب. وهنا امين جاب لك المجتمع كله من فوق بنظره شامله، مفيش متهم سياسي مثلا او سرقه او نصب. الهوس الجنسي خلى حتى الجرائم كلها اللي في البلد تبقى جرائم جنسيه. ولما بيقفوا قدام الضابط كانت تكمله لعبقريه الحدث. وهنا اشرف بيقول للضابط الجمله دي: والله يكون الواحد في السن يضطر يشوف افلام زي دي ما تبقاش قضيه ضده، ده هو اللي يرفع قضيه على المجتمع كله. جملة مباشرة وواضحة وما فيهاش نقاش، بتتهم المجتمع والمسؤولين بالتقصير في حق الشباب. ولما عفت بيقول له: سايق عليك النبي يا بيه ما تقول لنا روحوا عمار وصحراء والكلام ده. الضابط بيرد عليه ويقول له: هي كده عمرها ما هتعمر. يعني من الناحيتين الشباب شايف الحكومة مقصرة ومش موفرة له سبل معيشة كويسة، والحكومة شايفة الشباب ضايع وبايظ ومش عايز يشتغل ومخه كله في الجنس. محدش مطلع نفسه غلطان، كله بيرمي شماعته على التاني. والغريب ان الضابط بيطلع عارف الشريط واتفرج عليه علشان ينضم للدكتور والصنايعية والعواطلية، وكأن فئات المجتمع كلها بقت تحت تأثير الثقافي. ولما بيشوفوا مكان أخيرا وبييجوا يشغلوا الشريط فجأة بيقلب معاهم على جلسات مجلس الشعب، وبالتحديد في الحتة اللي رئيس الوزراء بيقول فيها: لابد ان يسلح يا جماعه ما تقلقوش، اكيد الجهاز هتخلص دلوقتي. بالعلم والجديد. بيجروا شوية فبياخدوا الصدمة. الشريط متسجل عليه 5 دقايق ثقافي والباقي جلسات مجلس شعب. وهنا محمد أمين بمعلمة بينهي رحلة الشريط عند المسؤولين الكبار، وكأنه بيرمي الموضوع في حجرهم وبيوصل لهم صوت المجتمع، صوت الشباب اللي بيئن ويغلي ومحدش عايز يسمع له. وفي انكسار ويأس بيبدأوا رحلة بحث جديدة عن شريط جديد، وبيروحوا لصاحب ليهم يوم فرحه وياخدوا منه شريط. وهنا حتى اللي هيتجوز برضه بيتفرج على ثقافي. الأحداث كل مدى بتظهر لك المعاناة اللي المجتمع فيها. بياخدوا الشريط وأول ما بيشغلوه مش بيشتغل، بيحاولوا يظبطوا في المحول والكابلات، مفيش فايدة، علشان على طول يتصلوا بالملاذ بتاعهم برايز، الجوهري بتاع الثقافي. وهنا أخيرا بتظهر شخصية برايز، الشخصية اللي بيتمهد لظهورها من أول الفيلم. وهنا دخلت برايز كانت أسطورية، دخلت منقذ موتوسيكل وخوذة، لا وكمان طلع لهم السطحة ودخل عليهم الأوضة بالموتوسيكل، اللي هو بص ده الخارق الساحر اللي بيحل كل المشاكل. وبرايز بقى كان جاي لك بالزيتونة كلها. لما بيشوف الفيديو والتوصيلات بيقول لهم النظام مختلف. فاكر في أول الفيلم جملة النظام الاجتماعي؟ المهم بيكمل ويقول جملته العظيمة: العيب مش فيكم، العيب في النظام. العيب في النظام. الجملة هنا كانت على نظام التشغيل، لكن في مضمونها هو يقصد النظام الاجتماعي. جملة لخصت كل حاجة، وبعدها بيمشي ويسيبهم من غير أي حلول. وهنا بيفقدوا الأمل وبيقعدوا يتفرجوا على صور المجلات، وأشرف بيدخل في تفكير عميق، وأخيرا بيوصل لأول ومضة في الفكرة السوية الطبيعية عن الارتباط. لأول مرة بيفكر في البنت كشريكة ليه، مش مجرد وعاء بيفرغ فيه شهوته، بيحضنها ويكلمها ويحس معاها بالأمان. الكلام اللي خلى علاء وعفت يستغربوا، اللي هو أنت جرالك إيه يا عم، لحد ما إحساسه بيوصل لهم. وهنا بتبدأ تتغير فيهم حاجة. بعدها بينزلوا القهوة والراديو بيحكي تطورات الاختراع بتاع الشباب الألماني، وبيشوفوا خبر إن منصور صاحبهم اللي اتجوز هو ومراته ما استحملوش صدمة إنه اتقفل عليهم باب واحد وحصل لهم انهيار ودخلوا في غيبوبة. وده بيبين لك إنك حتى يوم ما توصل للحاجة اللي طول عمرك بتشتهيها ممكن ما تطولهاش. فعلى طول بقى في حالة الفوران اللي هم فيها بيخرجوا علشان ياخدوا موقف من حياتهم. فبيقابلوا الفنانة يسرا اللي كانت طالعة بشخصيتها، ولما بيطلبوا منها تذكار بتديهم نفس الشريط القديم، هو بشحمه بلحمه بلونه بكل حاجة، وبتقول لهم اجهزوا كويس واتفرجوا عليه انتوا التلاتة. وبعدها بتمشي وتسيبهم، والتلاتة بياخدوا طريق معاكس للي كانوا ماشيين فيه، وكأن رجوع نفس الشريط تاني هو رجوع تاني لنقطة الصفر، ورحلة جديدة قديمة هتبدأ للبحث عن فيديو وتلفزيون ومكان يتفرجوا فيه. ومحمد أمين بيقفل القفلة دي عشان يقولك إن المشكلة كانت وما زالت وهتبقى. فيلم ثقافي مش مجرد فيلم دارك كوميدي بيحكي لك واقع مرير بطريقة ساخرة، ده كان صرخة مدوية، صرخة في وش المجتمع، صرخة لسه صداها بيدوي لحد يومنا ده، لعل حد يتدخل وينقذ الموقف، وإلا هنبقى زي ما قال جمال. ضعنا. وبس يا سيدي، لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتس. أشوفك على خير يا صاحبي، سلام.